لم يستثني النظام الوحشي في سوريا طفلا ولا امرأة ولا شيخا، أوسع الجميع قتلا وقصفا. في حلقة اليوم وفي إطار تغطيتنا لمرور عامين على الثورة، نتناول استهداف النظام السوري للعلماء. لماذا يستهدف نظام الأسد العلماء؟ ولماذا يسعى إلى تصفية هذه الفئة على وجه الخصوص؟ ضيفنا في حلقة اليوم أحد هؤلاء العلماء العالمين العاملين، نحسبه كذلك والله حسيبه، الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب، عالم سوري وعضو رابطة العلماء السوريين. ناضل بقلبه وبخطبه ومحاضراته، وذهب إلى سوريا ليقف إلى جوار المجاهدين هناك، لكنه أصيب جراء قصف وحشي تعرض له أثناء القتال، فاستشهد إلى جواره اثنين من أبطال الجيش السوري الحر. حلقة اليوم نطرح فيها تساؤلا رئيسيا: لماذا يستهدف النظام في سوريا العلماء؟ وما هو الفرق بين العلماء الربانيين وبين علماء السلطان؟ وما هو دور العلماء في نصرة الثورة السورية التي هي قضية الأمة بأسرها، أو هكذا يجب أن تكون؟ ضيفنا اليوم سيتحدث بصعوبة بالغة نظرا لإصابته التي أصيب بها في سوريا، وبالتالي سنفتح المجال لمشاهدينا الكرام للتواصل معنا والمشاركة في حوار اليوم. اسمحوا لي بأسمائكم جميعا أن أرحب بذلك العالم الرباني الذي نحسبه كذلك ونحسبه على خير وندعو له بشفاء العاجل. نرحب بك دكتور أحمد. أهلا وسهلا ومرحبا بك وبالإخوة الكرام المشاهدين. الصوت الذي وجدناه يناشد العرب منذ عدة أشهر على هذه الشاشة هو ذلك الصوت الذي تسمعونه الآن مشاهدينا الكرام، نتيجة غدر الغادرين من الأسد وطغمته وعصابته المجرمة من شيعة العالم بأسره. اجتمعوا ككلاب ضالة وضباع متوحشة لتقتل إخوانكم في سوريا، ولا مغيث ولا مجيب لهم إلا الله، وهم رافعوا الشعار: ملنا غيرك يا الله. دكتور، احكي لنا ما الذي جرى معك عندما كنت في سوريا؟ اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد على الرضا، لله الحمد من قبل ومن بعد. لقد أردت أن أشارك كإخواني في الميدان، لأني أعلم أن مكان العلماء هو الميدان وليس مع سلطان. لذلك لك نفرت بنفسي مع نفر من أبناء الأمة، ودخلت حلب عما دخلها مرارا. كنت أخطب في المساجد وأشارك في القضاء الشرعي وأدعو الناس إلى لا إله إلا الله. كنت أركز على أن هذا الإبهام الذي هو وظيفتان اثنتان وليست وظيفة واحدة، فبه نشير إلى لا إله إلا الله كوظيفة أولى، وبه نضغط على الزينات لنحمي أهل لا إله إلا الله ولنحققها في نفوسنا ومجتمعاتنا وسلوكنا في المستقبل القريب إن شاء الله. لكن قدر الله وما شاء فعل. ابتلاني الله بما ابتلاني به قبل 6 أشهر، ففي مثل هذا اليوم بالضبط قبل 6 أشهر كنت في حلب على خط النار، خط المواجهة في سكري، حينما استهدفنا كلاب بشار
بقذف على سيارة التي كنت فيها مع إخواني من العلماء والدعاة. كنا أمام مشفى الدردور حينما قصفنا على الفور. لقي 2 من رفاقي العلماء ربهما هما أخي أبو عابد وأخي أبو الهدى، أسأل الله تعالى أن يتقبلهما. أما الباقين فقد أصبنا إصابات بليغة، وكانت إصابتي في الرقبة، حيث دخلت شظية من هنا وخرجت من هنا، كسر فكي إلى آخر. لا أريد الدخول في تفاصيل، لكني أحتسب عند الله مصابي وأسأله العوض الحسن. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، لكن أصعب ما ابتليت به هو أن الله ابتليني في نعمتين: نعمة البصر ونعمة الفصاحة، فلم أعد قادرا على إيصال كلمتي إلى من ينتظرها. لذلك جئت إلى هذه القناة المباركة لعل الناس يقرؤون في حالتي ما أريد إيصاله إليهم. فكما أنا الآن أرى بأذني بعد أن كف بصري، لعل الأخوة الكرام يسمعون كلامي بأعينهم بعد أن عقد لساني، والحمد لله على كل حال. لكن والله الذي لا إله إلا هو، ما دام فينا نفس يختلج بين أضلاعنا وقلب يخفق في جوانبنا وروحا نعيش بها، لن يهنأ هذا النظام طرفة عين. إنا والله نمتلك إرادة كالجبال شم، لا نحيد ولا نلين حتى نلقى الله صادقين إن شاء الله، صادقين في بيعنا وبيعتنا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا. اللهم وفقنا للثبات على ما بايعناك عليه حتى نلقاك وأنت راض عنا. والطف اللهم بإخواننا في الشام، إخوتي وأحبتي، لا تنسوا إخوانكم في الشام، فهم أحوج ما يحتاجون إلى دعائكم في المقام الأول، فصلهم وصلكم الله وأعينهم أعانكم الله.